واحلى ناس في الدنيا، يا رب تكونوا بخير دايما. طبعا كالعاده رجعنا لكم النهارده في فيديو جديد. بس قبل ما ابدا في الفيديو، طبعا انا تعبان شويه يعني وكده، دور برد يعني وكده. فيا ريت كل الناس تعذروا ان انا منزلش فيديوهات او ان انا ما بنزلش على طول. بس ان شاء الله هرجع وانزل فيديوهات على طول باذن الله. النهارده فيديو النهارده ده مهم جدا لكل الناس، كل الناس كانت محتاجاه او كل الناس محتاجاه وكل الناس عايزاه. فيديو النهارده بيتكلم عن طريقة التحكم في الهاتف بالكامل، عن طريق تطبيق او عن طريق لينك او عن طريق صورة، زي ما تحسبها حسابها، بس هو يكون عن طريق تطبيق. فيديو النهارده حاجة مهمة جدا جدا جدا، هنعرف كل ده في قلب الفيديو. بس قبل ما ابدأ في الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتلاقي حلو منك كده. طيب مش طول عليك بقى عشان وقت الفيديو. كل اللي نحتاجه البرنامج ده، هسيب لك لينكه تحت في الديسكريبشن، والبرنامج ده هسيب لك لينكه تحت في الديسكريبشن برضو، وطريقة التحميل في الوصف. انما اللينكات بتاع البرامج دي هتلاقيها في اول كومنت. تمام. اول حاجة نخش على التطبيق ده، هتستنى معاك لحد ما يحمل. وبعد كده هندوس على كلمة نسخ المفاتيح دي. تمام. نروح طالعين كده، نخش على التاني اللي هو البرنامج التاني ده بتاع جداول البيانات. هنخش على اللي علامة الزائد اللي تحت دي، يقول لك جري انشاء جدول بيانات. هتستنى لحد ما يحمل. طيب هتدوس هنا كده على رقم واحد ده، من هنا كده. تمام اهو زي ما انا هعمل كده. تمام. وهتفضل دايس هنا كده، وهتدوس على كلمة لصق. تمام. وبعد كده هتدوس على علامة الصح اللي فوق دي. ركز لان كل خطوة هنا في ناس بتغلط في الخطوات دي وبترجع تقول لك الطريقة مش اشتغلتش، اصل مش عارفك ايه. هتدوس على علامة الصح دي. وبعد كده هتعمل ايه؟ هندوس على التلات نقط اللي فوق دول. تمام. وهندوس على التفاصيل. وبعد كده استنى لحد ما يحمل. ننزل تحت هنا ونخش على دي، من لديه امكانيات الوصول. وبعد كده هندوس هنا دي، هندوس عليها كده، وهندوس على دي، وهنخليها اي شخص لديه الرابط. وهتستنى لحد ما يحمل. وبعد كده هتدوس على تاني واحدة اللي هي بتاعت كلمة مشاهد دي، هتخليها اللي هي اخر واحدة دي، اللي هي ايه دي، اللي هي محرر. وبعد كده هندوس على العلامة اللي فوق دي. تمام اهو كده احنا خلصنا التطبيق دي. نرجع بقى، نرجع تاني كده، خلصت. تمام. نخش على التطبيق التاني ده، وهندوس على انشاء سيرفر. هندوس على جوجل كروم. تمام. وهتستنى لحد ما يحمل. وهندوس على كريت فري اي بي اي. تمام. استنى بس لحد ما يحمل، هندوس عليها كده. وبعد كده هنعمل ايه؟ هندوس على كلمة كريت نيو اي بي اي، هندوس عليها كده، وهنروح حاطين الرابط هنا لصق. هندوس على كلمة كريت او يخلق دي، طبعا عشان مترجمها فهي تبقى كريت يخلق. ندوس عليها كده. تمام. بعد كده هندوس فين؟ على كلمة جدول بيانات بلا عنوان دي. بعد كده هندوس هنا كده على الرابط ده هنا جنبي كده، هناخد نسخ. طبعا يا شباب معلش حابب اوصل معلومة بس. لما تيجي تخش على عند كلمة عند اللي هي دي اللي هي بتاع انشاء سيرفر دي، هيطلب منك تسجيل دخول بالجيميل. سجل باي جيميل عندك. تمام. طبعا احنا خدنا اللينك نسخ، هنحطه هنا كده. هندوس هنا كده، ونروح دايسين كلمة لصق، وهندوس على كلمة متابعة. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هندوس على دول 3 شرط اللي فوق على الشمال، وهندوس على الاعدادات. وبعد كده هندوس على كلمة سماح.
هتلاقي هنا كده ظهر لك كود كده. تمام، هندوس على الكود ده نسخ. تمام، ندوس كده. بعد كده هنعمل ايه؟ هندوس على كلمة تحميل المستخدم دي، وهندوس على كلمة تنزيل دي بقى. يعني ده التطبيق اللي انت هتبعته للضحية. ده برنامج ارقام فيك، هو برنامج ارقام فيك، انت هتبعته للضحية على ان هو برنامج ارقام فيك، فبالتالي الضحية هيثبته وقال لك هتعمل ايه. يعني هتدوس على كلمة تنزيل كده اهو، ده كده التطبيق اهو. طيب كده التطبيق نزل اهو. نطلع بقى كده، اخش على التطبيق ده. طبعا هيفتح معاه بالواجهه دي، هيديله الصلاحيات. طيب بعد كده نعمل ايه؟ المفروض ان ده باسورد، انت هتقول له ان التطبيق ده معمول باسورد وانا اللي عامله والكلام ده كله. هتحط الباسورد كده، هتدوس لاسك، وبعد كده هتدوس على ايه؟ على تسجيل الدخول. هو هيدوس تسجيل الدخول، هيلاقي ظهر له كده صلاحيات اديله سماح. هيجي يدوس تسجيل دخول تاني، هيلاقي ظهر له صلاحيات تاني. هيدوس تسجيل الدخول تاني، هيلاقي ظهر له صلاحيات. هتدوس تاني، كل ما بيدوس بقى بيظهر له صلاحيات، هيفتح معاه بالواجهه دي. طيب بعد كده هيعمل ايه؟ هتقول له دوس على الراجل ده، اول تستنى لحد ما يحمل ويفتح معاه واجهه تانية لوحديه اهو. هو كده بيحمل لوحديه، استنى بقى لحد ما يحمل. طيب بعد كده يظهر له الواجهه دي، فهو طبعا اديله الصلاح سماح. طيب استنى بقى لحد ما يحمل، هيظهر له موقع ارقام فيك. اوريكم دلوقتي اللي هيظهر له ايه. لحظه يا شباب، خش من تاني، حط الباسورد اللي هو اللي احنا خدناه. يحمل. طيب يا شباب، هو كده يعني هو عشان عندي النت ضعيف شويه، فهو ايه، يعلق شويه. فاحنا طبعا كده نخش كده. هو كده ده التطبيق اللي انت تبعته للضحيه، وهيحط هنا الباسورد، هدوس زي ما انت شفت كده، وفي الاخر هيظهر له ايه؟ الارقام فيك. طبعا احنا نرجع كده نخش على التطبيق ده، نخرج منه ونخش عليه تاني. هنستنى حد يحمل، ندوس على كلمه متابعه. طيب ظهر لي الجهاز بتاعه اهو. طيب اول حاجه بس عشان الناس اللي بتقول لي ان الطريقه دي مش شغاله، بص على الوقت الساعه كام، وشوف وقت الفيديو الساعه كام وانا مصوره اهو. الساعه كام؟ 7:21 دقيقه. وبص كمان حاجه بقى، بص هنا ده كام تليفون كام في المية، وبص هنا كام في المية، 25 24. هو زاد عشان احطه على الشاحن. تمام. بعد كده ندوس على كلمة دخول هنا بقى يا معلم. كده انت فتحت بقى الدنيا بقى كلها. اول حاجة تدوس على جهات الاتصال دي، هيجيب لك كل جهات الاتصال اهي، جهات الاتصال كلها اهي. تمام. هنا لو في اي رسائل جت جديدة هيظهر لي الرسائل هنا. تمام. هنا ده معلومات الهاتف طبعا اهو، ريدمي مش عارفك الاي دي والكلام ده كله، ده كلها معلومات خاصة بالجهاز. طيب هنا الجميلات بتاع جوجل، ده الجيميل اللي انا مسجل بيه. وهنا ده موقع الضحية، المكان بتاعي اهو، جبت فيوم، انا من الفيوم، قارة افريقيا. يعني بص الطريقة شغالة، فانت ما تجيش بقى ايه تقول الطريقة مش شغالة، انا مجربها قدامك اهو، يبقى انت كده عملت حاجة غلط. هنا كده الملفات بتاعت الهاتف المفروض بتظهر هنا. تمام، بس بتاخد وقت عشان النت. وهنا الصور برضو بتظهر هنا، بس بتاخد ملفات عشان النت. هنا بقى تنفيذ الاوامر. هنا بقى لو عايز ايه يا معلم تحذف بقى ملفات بقى من التليفون بقى، دوس على حذف ملفات هنا كلمة ستارت، وتروح ممسح كل حاجة على التليفون. تمام. هنا لو عايز تعمل صوت مزعج بتدوس على كلمة ستارت، بيبدأ بقى ان هو ايه تم تنفيذ الامر اهو. هنا لو عايز تعمل رسائل متكررة بتبدأ تدوس كده ستارت، بيبدأ ان هو يكرر رسائل. هنا لو عايز تغير خلفية التليفون، هنا لو هتشغل الفلاش، هنا لو تحذف حاجة محددة، هنا لو هتعمل ملف جديد بالتليفون، هنا هتشغل الفلاش اهو. هنا الرسالة لو عايز تكتب رسالة، تكتب مثلا رسالة انت عايزها اهو، هندوس على كلمة ستارت. طبعا بتتبعت على جهاز الضحية، بس هو بيديله الصلاحيات برضو. هنا لو عايز تخلي التليفون يتهز، وهنا لو عايز تبعت 100 ملف. طيب بس كده يا برو، لحد هنا هكون خلصت فيديو النهارده. طبعا ما تخلش عليا بلايك وشير وكومنت، متنساش بقى تدعيلي في كومنت بقى
طبعا لينكات التحميل هسيبها لك في اول كومنت. بس كده يا برو، ده كان شرح النهارده، واستنونا في فيديو جديد.